بس القدر اللي ظلمنا. احنا في مجتمع صعيدي، مش هيديكوا فرصة تدوروا على الحقيقة. فأنا مسامحاكم رغم اللي أنا فيه، وبعد ما أنا أموت يشهد ربنا إني مسامحاكم. بعد موتك كل شيء حلو في الدنيا هيموت في عينينا. بس عايز اقول لك حاجة يا زهر، ما تستغليش محبتنا ليك، عشان مفيش اي كلمة هتقوليها هتحنن قلبنا عليكي، عشان اللي انت عملتيه لا يرضي مخلوق ولا خالق. المخلوق رضا ما يهمنيش، والخالق لو كاتب لي أموت مظلومة أكيد هيظهر براءتي بعد ما أموت. أنا لو واجعني وخايفة عليه أنت ومهران، لأني بحبكم أكتر من نفسي. والله بحبكم أكتر من نفسي. هات من الاخر وقول عايز مني إيه يا جلال؟ 20,000 جنيه ومش عايز غيرهم. 20,000؟ 20,000 ليه ان شاء الله؟ انا لما قلت لك اعمل الفيديوهات دي خوف، وقلت ما اقدرش اتلبط مع بيت الجرح. دلوقتي عايز تاخد فلوس ليه؟ لان انا اللي دلتك على اسماعيل اللي عمل لك الفيديوهات، ولا انت فاكر لولاي انا كنت هتوصل لواد عبقري زي دوت؟ يا راجل ده جايب لك البت بالسنتي، ومستحيل حد يقول انها مش هي. ايوه لكن هجيب لك 20,000 جنيه منين دلوقتي؟ اتصرف يا ريس. انت عارف زهرة بنت سليمان الجرح دي ورثها في ارض اخواتها قد ايه؟ انا ماليش دعوه بورثها، انا عملت كده عشان بحبها وعايز اتجوزها. الكلام ده تقوله لحد غيري، ده انا فاهمك وعاجنك وخابزك كمان. ولو ما عطتكش يعني هتعمل ايه؟ لا، انت عارف ان اقدر اعمل كتير. كلمة من المهران الجرح تخليه يعلقك انت واهلك في النخل ويقطع منكم بالحتة. انت هتعمل كده معايا انا يا جلال؟ ما هو انت اللي عايز تشيل الجمل بما حمل لوحدك. انت عارف انا حسبت ورث زهرة في الارض بس طلع كام؟ 10 مليون جنيه. طب هقول لك على حاجه، عشان انا دلوقتي ما معيش فلوس، اصبر عليا لحد ما اقرا الفاتحه وانا هديك ال 20,000 اللي انت عايزها. طالما فيها صبر لغاية ما تجروا الفاتحة يبقوا 50,000. الرجالة هتاكل بعضيها يا رحيم. وموضوع زهرة بنت اخوك لو ما خلصش النهارده قبل بكره العواقب هتكون وخيمة، ومحدش هيتحمل مسؤولية اللي هيحصل غير ولد اخوك مهران. مهران عمره ما حود عن الحق، هو اكتر واحد فينا موجوع. البت كده ولا كده ميتة، هو بس عاوز يعرف منها مين الواد اللي كان معاها عشان نجيبوه ونقتلوه. والبت مش هتقول عليه يا رحيم عشان تحمي نفسها. كيف الكلام اللي بتقوليه ده؟ هي عارفة زين ان اخواتها باقيين عليها عشان يعرفوا منيها اسم الواد، واما يعرفوه هيقتلوها ويقتلوه، فمش هتقول عليه عشان تفضل عايشة وما تتقتلش. تصدقي كلامك صح يا حميدة، وانا بقول البت ساكتة ليه ومش بتتكلم رغم اللي عاملينه معاها اخواتها؟ تريها عشان تحمي نفسها من الموت. طيب يا بنت سليمان الجرحي، وحياة روس الرجالة اللي دفنتيها في الطين لا تموت شر موتة. لويت على ايه يا مهران؟ النهار طلع وما سمعناش خبر موت اختك. هقتلها يا عم، هقتلها وهموتها شر موتها، بس لازم اعرف مين الواد اللي كان معاها، وهي مش في وعيها من امبارح بسبب الضرب اللي ضربته لها. انا دماغي واقفة من بعد اللي حصل، مش عارف افكر. بس اللي اقدر اقول لكم عليه ان صعب اقتل زهرة بايدي، وخابر ان الموضوع صعب على مهران كمان. بس لو تخلصوا عليها وتسلمونا للحكومة انا مستعد اقول انها اللي قتلتها. الحكومة دي أسهل حاجة بالنسبة لنا. من ميت احنا خدنا طار ولا غسلنا عار وعملنا حساب للحكومة، نغسل عارنا ولما الحكومة تاجي اللي يعجبها مننا تاخده.
السلام عليكم. اكيد الفضيحه هي اللي نزلتك من السفر. وهي الفضيحه وصلت الامارات كمان؟ ايوه سمعت باللي حصل وحجزت على اول طياره وجيت. اللي شفته صدمني. يا مهران انت مصدق الكلام ده؟ لو بني ادمين العالم كلهم قالوا لي كنت كذبتهم، لكن اللي حصل شفناه بعينينا. وعينيكم عاميه لانكم مش حاسين باللي بيحصل حواليكم. الغرب اخترع حاجات دمرت الانسان وانتهكت خصوصياته، ودي مصيبه وانتوا لازم يكون عندكم وعي منها. واللي في الفيديو دي مش زهره، واحنا لازم ندور على الحقيقه. حقيقه ايه اللي هتدور عليها؟ هو في حقيقه غير اللي احنا شفناها واهل البلد كلهم شافوها؟ احنا فضحتنا بقت بجلاجل. اسمع يا عمر، لو جاي تهون علي عشان عارف محبة الزهرة، الموضوع ده ما فيهوش جدال. وزهرة ميتة ميتة، لو ما كانش النهارده هيبقى بكره. معقول اللي بسمعه ده؟ انت يا مهران تقتل زهرة؟ طب ده هي نور عينيك اللي انت بتشوف بيها. انا متأكد من كلامي كويس وعارف محبتك ليها. مهران كان بيحب زهرة ومحدش بيكره اللي ليه، لكن اللي عمله ده ما فيهوش مغفرة حتى لو كان روحه فيها. زهرة بنت عم انا عارفها كويس وعارف اخلاقها زين، ومتأكد انها عمرها ما تعمل حاجة زي دي. اسمع يا عمر، النار والعة ومهما حاولت نطفيها مش هتنطفي غير بدم زهرة. مهران ولد عم راجل وانا عارف انه مش هيستحمل كلام الناس. الخلاصة زهرة لازم تموت والنهاردة. اسمع يا مهران، انا حاولت افهمكم لكن انتوا مش عايزين تفهموا. سيبنا اتكلم مع زهرة عشان اعرف اوصل لحل. زهرة من النهارده ملهاش وجود على الدنيا، ولا هتكلم حد ولا حد هيكلمها لحد ما اعرف منها مين الكلب اللي كان معاها، واقطع راسها وراسها. انا مش هتحداك يا مهران ولا هقف قصادك. كل اللي انا عايزه منك تديني بس فرصه لحد ما اثبت براءه الزهره. يعني كيف حاجه شفناها بعينينا وانت تقول بريئه؟ انت اتخبلت في مخك يا عمر. الكلام خلص، ويا ريت تسيبونا انا واخويا لوحدينا. وانا مش همشي غير لو خدت منك وعد انك مش هتاذيها يا مهران لحد ما اثبت لك براءتها. اسمعني يا مهران، انا مش عايز اسمع منك ولا من حد، قلت سيبونا انا واخويا. انا مش همشي من هنا واسيب زهره مع 2 جهله زيكم لا عايزين تسمعوا ولا تعجلوا. كلمة تانية واخلص عليك يا عمر. امشي من قدامي يا عمر، ولد عمك في هم كبير ما ينفعش تقف قدامه كده. قلت لك امشي. انا همشي يا عم، همشي بس لو عصت حاجه لزهره ولع في الدنيا كلها، واحملك انت اول واحد المسؤوليه يا مهران. ساعات معدوده ومش هرجع غير ببراءتها لاني متاكد منها. واخداها الفين يا دنيا والفين معاكي رايحين، ضايع امان في قلوبنا ومن بكره فيكي خايفين. واخداها الفين يا دنيا والفين معاكي رايحين، ضايع امان في قلوبنا ومن بكره فيكي خايفين. فين فرحنا وضحكتنا يا اهل في لمتنا، فين فرحنا وضحكتنا يا أهل في لمتنا. عايشين أغراب في بيتنا، على فين يا بني آدمين، على فين يا بني آدمين، على فين يا بني آدمين، على فين يا بني آدمين.